المنتخب بيخسر وبيخرج من بطولة افريقيا امبارح بضربات الجزاء. هل المنتخب طبعا يا سيد يستحق الخسارة؟ طبعا يستحق الخسارة. منتخب زي الزفت، منتخب بلا هوية، منتخب مع مدير فني قاعد بره ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة، كل بس اللي بيعمله اللي هو بيتكلم مع الحكم، لكن فاضي للمباراه وبيعدل من العك اللي بيعمله. لا، مش موجود. المنتخب بيخسر امبارح من الكونغو وبيطلع، ودي اصلا نتيجه كنا احنا كجماهير منتظرينها، لان المنتخب ما قدمش اداء اصلا. يعني انت صعدت بثلاث تعادلات، انت ما فزتش، دخل فيك 6 اهداف. يعني ما فانا قاعد عارف ان المنتخب هيخسر، بس كنت بمني لنفسي المنتخب يكسب. بالله عليك يا اخي، قبل اي حاجه بتخش عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخلينا نبدا بيها صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخلش عليا باللايك، ما عجبكش الفيديو برضه ما تبخلش عليا باللايك. طب هل المنتخب يا سيد امبارح لعب؟ طب هل المنتخب امبارح ضيع اهداف؟ طب هل المنتخب امبارح كان هو التشكيل الامثل؟ طب هل المنتخب امبارح كان هو منتخب مصر ولا منتخب تاني؟ بكل بساطه اللي حصل امبارح كانت مهزله. لا ده منتخب مصر ولا ده اداء منتخب مصر، ولا دي لعيبه منتخب مصر، ولا كان في اصلا مدرب لمنتخب مصر، ولا كان في مدير كوره يشوف اللعيبه لمنتخب مصر، ولا كان في مسؤول على منتخب مصر، ولا كان في اتحاد كوره لمصر. شفت بقى ليه بقى؟ لان احنا عندنا ما شاء الله ما شاء الله، يعني الانتماء بيغلب على المناصب. هتقول لي ازاي يا ابو سيد؟ يعني الكابتن حازم امام المسؤول عن المنتخب، وهو اللي جايب الجهبذ العلامه اللي هو اللي فاهم والناس كلها مش فاهمه، اللي هو فيتوريا. انت جبته بناء عليه يا كابتن حازم؟ يعني فاضي لنادي الزمالك، هقول لك فاضي لنادي الزمالك بس انت والمدير الفني بتاع المنتخب بتحلوا مشاكل الزمالك، بتحلوا مشاكل الزمالك. طيب انت جبت فيتوريا بناء على ايه؟ هل هو خبره؟ هل هو خبره في الكره الافريقيه؟ طب هو مسك منتخب افريقي وعمل نتائج كويسه؟ طب هل هو مسك منتخب قبل كده؟ علشان كده احنا جبناه، فالسي في بتاعه كويس فاحنا جبناه ضرب منتخب مثلا الدوله الفلانيه ولا الدوله الفلانيه؟ لا، الكلام ده كله مش موجود. طب انت جبته بناء على ايه؟ على المصلحه. هتقول لي ازاي؟ ما هو اللي يقال واللي احنا نعرفه، اللي انت بتجيب المدير الفني على حسب هواك انت، على حسب الاتفاق اللي انت هتجيبه، هديك جنيه، بس لما تيجي تمضي بالعقد هتمضي على نص جنيه. تخيل معايا ان يعني معلش واحد زي دي صبري امبارح بتاع الكونغو اللي عمل عليها ماتش روعه، ماتش روعه، بياخد اقل من اضعاف الاضعاف اللي بياخده فيتوريا. ده فيتوريا بياخد في الشهر اكتر من 13 مليون جنيه. على ايه؟ على المستوى اللي احنا شفناه امبارح ده. المدرب بتاع الراس الاخضر بيقول لك بياخد مش عارف 60,000 ولا 70,000 جنيه. احنا بقى فيتوريا اللي انتوا جايبينه بياخد 13 مليون جنيه في الشهر. وايه بقى؟ انت المنتخب بتجمع كل 4-5 شهور، وده كله الراجل في بيته، يعني قاعد في بيته، الدنيا شغاله حلو، الدنيا شغاله حلو. واحنا كمصريين يعني شفت لما كان كابتن حسام البدري قعدنا نحسب له ده بياخد قد كده وبياخد قد كده وبيعمل قد كده وبيعمل قد كده، ما احنا جينا عند الراجل الطيب دوت اللي هو فيتوريا اللي مش فاهم اي حاجه، عملنا عقد. محدش كان بيجيب سيره الراتب بتاعه غير في الاخر، غير في الاخر. طب مين اللي هيحاسب بقى المسؤولين؟ مين اللي هيحاسب اللي جاب الراجل الطيب اللي اسمه فيتوريا ده؟ يعني مين اللي هيحاسب حازم امام؟ هيقول له انت جبته بناء على ايه وانت ضيعت الدولارات واحنا محتاجين الدولار؟ ما الراجل ده بياخد بالدولار واحنا محتاجين الدولارات. مين اللي هيحاسبه؟ مين اللي هيحاسبه على الاختيارات اللي جايه على دماغ حازم امام؟ ما كان في ناس تستحق تروح المنتخب. انا واحد بقول حازم حسين الشحات كان لازم يبقى موجود، كان لازم يبقى موجود. كابتن حسين الشحات كان لازم يبقى موجود، كان لازم. ليه؟ كان عندك الجناحات انت ما شاء الله عليك يعني تعبانه، كان هينزل يحللك. واحد زي محمد مجدي قفشه، انت خسرت امام عاشور، كنت محتاج واحد يبص بيشوف، كنت محتاج واحد زي، انا مش هقول لك بقى كاهلاوي وكزملكاوي زي الزملكاويه سايبين الاخطاء ويقول لك اصل الاهلي المنتخب زي واحد كده حاجه غير صادق كده زملكاوي، يقول لك اصل المنتخب كانت اللعيبه فاضيه، اللعيبه فاضيه انها تمضي زي عمر كمال عبد الواحد يمضي النادي الاهلي وابو جبل يمضي النادي الاهلي. يا راجل يا طيب، يا اللي المفروض اللي انت اعلامي، يا اللي المفروض اللي انت اعلامي،
يعني انت سبت ده سبت بقى فيتوريا بالتشكيل الغلط، باللعب الغلط، باللعب اللي زي الزفت، ومسكت في الاهلي؟ يعني هل لو كان ابو جبل مضى للزمالك كنت هتطلع تتكلم؟ والله العظيم ما هتطلع تتكلم، عشان انتوا كده. يا راجل ده انتوا طالعين السما بالبطوله الوهميه اللي انتوا خدتوها. ده يعني كل صفحات زي بطوله مش عارف انت بطوله ايه يا عم؟ ده ماتشين ودي. ده اهلي جده، اهلي جده اللي انت لعبته كان لسه لعب قبلها بيوم. وعايز اتكلم عن المعلق، ما اتفرجت على الماتش. ايه المعلق والصوت الياسع؟ هو التعليق بقى صوت عالي؟ التعليق بقى صوت عالي؟ مش عارف. المهم مش هخرج بره عن المنتخب. فالاختيارات بتاعت المنتخب اصلا كانت يعني مجامله. اه والله العظيم مجامله. في ناس كانت تستحق تروح المنتخب وما راحتش. ليه؟ انا عايز افهم. بالك واحد زي حسين الشحات، انت واخد كهربا ليه؟ انت كنت محتاجه امبارح على الاقل يا اخي. انت عندك الجناحين مكسورين بتاعك، كنت لاعب كهربا جناح. ما هو ده اصلا وظيفته يعني. هو ده مكانه. الاهلي لما لعبه مهاجم علشان خاطر ما كانش عنده مهاجم. لا انت حضرتك نايم في الخط، نايم. اللي نهيت بيه حلو ما بتبداش بيه حلو. يعني حضرتك محمد حمدي احسن من احمد فتوح؟ لا، مصمم على احمد فتوح. في الوقت اللي انت محتاج احمد سيد زيزو في نص الملعب ومصطفى فتحي ناحيه الطرف، لا انت لعبت احمد سيد زيزو وقفلت، نزلت لي بثلاثه على. هو انت بتدافع ولا انت وانت عايز تكسب ولا عايز توصل للتعادل؟ اما احنا عايزين نفهم حضرتك عايز تكسب ولا عايز توصل للتعادل؟ ما اعرفش. امبارح كان بص يعني انا قاعد بتفرج، انا عارف ان الجون جاي. الجون جاي في منتخب مصر جاي. هنتهزم. بس كان الواحد يعني بيقول لك يا رب نكسب، يا رب نكسب علشان خاطر الساعه اللي قاعدين فيها وبنتفرج على القهاوي. يا رب نكسب. لكن المنتخب عار. بس هقول لك في بعض اللاعبين كويسين، الباقي كله اونطه في اونطه. انا عايز اشوف حتى التغييرات انت عاملها في الدقيقه 84 ولا 85 صح كده؟ اه. طيب ايه هي التغييرات؟ وكان التغيير دي بناء عليه. هل انت مش واثق في الناس اللي بره ولا انت هتقول لي اصل في نص ساعه؟ ما انت ممكن يخش في الجون على فكره في الدقيقه 86. مش عارف. المنتخب حرق دمنا امبارح. بالله عليك يا اخي، عاجبك الفيديو خش على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.